مساء الخير ومبروك. مساء الخير يا كابتن شوبير، الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا وبمس على استاذ فتحي والكابتن مازن والكابتن اشرف هاشم. يا كابتن الناس توقعت الاداء ده ليك قبل المباراه، كلنا كنا بنقول صعب جدا. الزمالك النهارده فريق قوي وفريق صعب بينافس على البطوله، لكن كلهم كان عندهم ثقه في حلمي طولان في تكتيكه في ادائه، لكن بصراحه فاجئتنا بطريقه اداء اكثر من رائعه النهارده كابتن حلمي. والله يا كابتن شوبير يعني انا بشكرهم طبعا على حسن ظنهم بيا وانا الحقيقه انا اللي طلبت من الاولاد النهارده ان انا عايز اداء، والاداء هيجيب نتيجه وسيبكم من النتيجه. يعني انا يعني كانت تعليماتي واضحه جدا واعدادي النفسي واضح جدا ان احنا ما نفكرش في النتيجه، فكر في جماعي جيد والتزام بالواجبات بتاعتك سواء الهجوميه او الدفاعيه، ومالكش دعوه النتيجه على الله وعليا. نعم. عملنا عمليه ابعاد جيده جدا للعيبه بالذات بحيث انهم ادوا بصراحه كابتن شوبير اكثر من رائع الحقيقه. يعني اداء مميز من واحده ومن لمسه ولعبه واداء راقي جدا، وصلنا كتير وضيعنا كتير. طبعا الزمالك فريق كبير جدا ومعاه مدرب عالمي، لكن انا الحمد لله يعني الولاد ادوا براحه نفسيه، ادوا مفيش عصبيه مفيش توتر، عكس الماتش بتاع المصري خالص يا كابتن شوبير. الحمد لله. كابتن هدف مبكر في مرماك امام الزمالك بيربك حسابات اي مدرب، لكنه الحقيقه ما شفناكش ارتبكت، بالعكس تماسكت تماما والامور مشيت معاك تماما. يعني والله يمكن انا متعود ان انا في ماتشات الزمالك احتراما لناديه والجماهيري ان انا ما بقومش اواجه، لكن شغالين طول الاسبوع على الماتش دهوت، محفظين الولاد كويس قوي الواجبات الدفاعيه الهجوميه بشكل كويس. واثق جدا ان انا من غير ما اقوم هيأدوا بشكل كويس، وخصوصا برضه تماسكوا ادوا بشكل كويس. الحمد لله. يعني لسه بقول لهم يا كابتن شوبير ضروري تثقوا في نفسكم وتثقوا في قدراتكم وتثقوا ان انتم لعيبه كويسه وما تبنوش على حد ابدا. كابتن يعني هل غيرت طريقه اللعب اكتر من مره النهارده حسب سير النتيجه؟ النهارده انا لعبت بطريقه لعبت ب 4-3-3. نعم. لعبت بثلاثه في وسط الملعب، وواحد ديفندر ثالث وواحد على يمين وواحد على شماله، ولعبت بثلاثه اثنين تحت راس الحربه. غيرتها في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني لعبت 2-3-1، اثنين فاتحين على الجناب خالص قدام وراس حربه وتحتيه معروف صلاح عاشور، وتحت معروف على الشمال خالد قمر، وعلى اليمين سعيد كمال. نعم. عبد الله وعلي رابو. نعم. ده الشكل اللي انا بدات بيه الشوط الثاني. لما جبنا جولين وبدا الزمالك يضغط علينا، رجعت لعبت الثلاثه ثاني عشان امن الدفاعات بتاعتي. 4-3-3 نزلت عماد حلمي عشان ارتكاز، لانه برضه بيبطل راسه ولاعيب طويل شويه، عشان الزمالك اعتمد على الكرات العاليه من الامام او من الجناب داخل منطقه الجزاء. فده كان عشان امن دفاعاتي بشكل كويس. تغييراتك كانت متاخره جدا، هل عشان حاله اللعيبه اللي في الملعب كانت ممتازه، لياقتهم عاليه؟ نعم. ده كلام مظبوط جدا. انا مش اغير مين، لان صلاح اشتكى الى بعض، ومعروف برضه لسه يعني عشان يكمل ماتش كامل برضه لسه ده ثاني ماتش بيلعبه. غيرت التغييرات ديت هو عماد حلمي عشان يلعب امام السردباكات. شفنا واجبات دفاعيه كتيره لخالد قمر النهارده، كنت منبه عليه بكده يا كابتن؟ بالظبط كده يا كابتن، كان ليه واجبات، كان بينزل يساعد مع الباك ليفت بشكل كبير جدا. نعم. عشان يبقى دبل بريس على وعلى الجبهه اليمين دي، على الجبهه اليمين بتاعت نادي الزمالك. بامانه شديده اللي انت شفته من الزمالك النهارده، شايف انه بالطريقه دي قادر على الاستمرار في المنافسه ولا الموقف صعب يا كابتن شوبير؟ انا طبعا انا بحترم الزمالك وبحترم الجهاز الفني وعلى راسه اخويا وصديقي حسن شحاته. نعم. ما اقدرش اتكلم على الزمالك، اسالني عن فرقتي بس. اشكرك شكرا جزيلا كابتن حلمي طولان. الاجابه دي اعتقد